فضيحة من الطراز الرفيع في برنامج نضال السعدي انتي والمجيرة. في حلقة البارح من برنامج انتي والمجيرة، وفي لقطة تقريبا أول مرة نشوفوها في برنامج تلفزي تونسي. ورينا شنو كتبت في الأردواز. وري الكاميرا. يلقى حل. هذا شنو خالد؟ بصفة عفوية وسريعة لم تدم بضع ثواني صل فيها انه الراجل قبل زوجته من شفايفها. 10 دقائق. ومن بعد كي نضال تفجع. وأشار له ونبهه انه ما يجيش يعمل هكاكا على خاطر عائلات تتفرج. اسماعيل برنامج عادي. البوس من الخد يا اسماعيل. اللقطة هذه أثارت العديد من ردود الأفعال السلبية، من بينها إنه ما عادش حشمة في التلفزة وأعلام العار، ويسبوا في الهيكا كيفاش ما قالت شيء على اللقطة هذه، وكيفاش نضال السعدي ما أمرش إنه السيكونس اللي صارت فيها الحاجة هذيك تتنحى في المونتاج. وبصراحة حسب رأيي انحطاط شديد في التلفز التونسية. بالله إيش منزل ما ريناش، ناقص كان باش يعريوا علينا. وانتم يا جماعة شنو رايكم في الحكاية؟